في لقاء خاص للإخبارية أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن هناك جماعات تستغل المناصب لإيصال رسائلها وأفكارها المتطرفة عبر لحن القول والفعل. هناك من لا يزال، ونعرفهم بلحن الفعل والقول. لا يزال هناك من يحاولون الإساءة بطرق وأخرى، وهناك من يحاول استغلال منصبه بطريقة صامتة للإساءة لكل من على كل حريص على هذا الوطن. هناك من يستغل وهناك من يستغل وهناك من يستغل. كما أشار آل الشيخ إلى أن التيار السروري هو أخطر الأفكار المتطرفة في المجتمع لاستخدامه أسلوب التكذيب